السلام عليكم. ان شاء الله هنكمل حل كتاب الامتحان. احنا كنا وصلنا للتوالي والتوازي، السؤال رقم 19. سؤال بيقول لك ايه؟ مقاومتين R1 و R2 عند توصيلهم على التوازي وجد ان المقاومة المكافئة ب6 اوم. طبعا لما بنيجي نوصل المقاومتين على التوازي بيكون المقاومة المكافئة اللي هي 6 عبارة عن حاصل ضربهم على ناتج جمعهم، دي كده اللي هي القيمة 6. وعند توصيلهم على التوالي وجد ان المقاومة المكافئة 27. لو هنوصل على التوالي هيبقى R1 زائد R2 هتساوي 27. فعايز احدى المقاومتين. انا دلوقتي عندي مسألة فيها مجهولين، R1 مجهولة و R2 مجهولة، فبنحلها عن طريق معادلتين. هنيجي من المعادلة دي اللي هي رقم 1 والمعادلة دي رقم 2. من المعادلة رقم 2 احنا ممكن نقدر نحسب قيمة R2 هتساوي 27، هنودي R1 الناحية التانية يبقى ناقص R1. طيب تعالى نعوض في المعادلة دي. هنقول R1 R2 على R1 زائد R2 هنشيلها ونكتب مكانها 27 بتساوي 6. تعالى نضرب طرفين في وسطين، يبقى R1 R2 بتساوي 6 في 27 يبقى 162. ادي R1 زي ما هي، R2 هشيلها واكتب المقدار ده 27 ناقص R1 بتساوي 162. تعالى نوزع هنا، نضرب دي في دي ودي في دي، يبقى عندك 27 R1 ناقص R1 تربيع هيساوي 162. تعال نودي سالب R1 تربيع اليمادي تبقى R1 تربيع، وودي دي برضو الناحية التانية تبقى بدل ما موجب تبقى سالب 27 R1، واسيب دي في مكانها زائد 162 بيساوي 0. يبقى انا نقلت كله الناحية دي. تمام. تعالى بقى نحلل دي كده، هنفتح قوسين ونقول R1 تربيع عبارة عن R1 في R1، وال 162 دي عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 18 في 9، وعشان دي بالموجب يبقى هيبقى ياخدوا اشاره الاوسط، ده سالب وده سالب. يبقى R1 هتساوي يا اما 18 يا اما R1 هتساوي 9. لو R1 ب 18 وعوضت في المعادله دي هتطلع R2 ب9، ولو عوضت ب R1 ب9 هتطلع R2 ب 18. يبقى يا R1 ب 18 والتانية 9 او العكس صحيح، وبالتالي مقاومة احدهما ايه؟ هدور في الاختيارات على ال9 او ال18، هلاقي ال18، فيبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم د. نشوف السؤال رقم 21. بيقولك مجموعة من المقاومات الكهربية المتماثلة عددها n وصلت معا مرة على التوالي، فكانت المقاومة المكافئة R1. مقاومات زي بعض. طب ما تيجي نفترض ان المقاومة الواحدة اللي فيهم قيمتها R وعددهم n، فكانت المقاومة المكافئة في حالة التوالي. أنا عارفة إن قانون التوالي R توالي، لما تكون عندي مجموعة مقاومات متساوية باخد واحدة منهم اللي أنا افترضتها بR في عددهم. أهي الR توالي دي، الR توالي قال لي بR1، فإذا كانت المقاومة المكافئة ليها في حالة التوالي بR1، يبقى R1 عبارة عن واحدة منهم أهي الR في عددهم. ماشي. ووصلت مجموعة المقاومات مرة تانية على التوازي، فكانت المقاومة المكافئة R2. الR توازي لمجموعة مقاومات متوصلة وتكون قد بعض، باخد واحدة منهم توصل على التوازي، باخد واحدة منهم على عددهم. اهي الR توازي دي قال لي انها R2، يبقى R2 بتساوي واحدة منهم على عددهم. ادي معادلة وادي معادلة، تعال نقسمهم على بعض. R1 على R2 بتساوي NR على R على N مقام المقام بسط، تطير دي مع دي، يبقى R1 على R2 بتساوي N تربيع. طب ما تيجي ناخد الجذر، يبقى ال N هتساوي جذر R1 على R2. R1 على R2 تبقى الإجابة ج. بشكل مقابل عايز الفرق بين قيمتي المقاومة المكافئة للدايرة في حالة فتح وغلق المفتاح. هنفتح المفتاح K، وبالتالي الفرع اللي فوق ده هيتشال، وانا فعلا شلت الفرع اللي فوق وكملت بقيه الدايره 6 جنب ال6 وهنا في 6. تعالى كده نشوف المقاومه المكافئه في حاله ما استغنيت عن الفرع اللي فوق نتيجه المفتاح مفتوح. هتبقى الار بتساوي عندك فرع ب 12 وفرع ب 6، 12 في 6 على 12 زائد 6 هيطلع 4 اوم.
طيب نقفل المفتاح ونرجع الفرع مكانه ونجيب المقاومة المكافئة. هتلاقي عندك فرع ب 12 ما 6 و6 12، وفرع ب 12 وفرع ب 6. 12 مع ال 12 على التوازي ناخد واحدة على عددهم، 12 على الاتنين فيها الستة، الستة مع الستة توازي ناخد واحدة على عددهم، 6 على الاتنين فيها التلاتة. يبقى الار في الحالة التانية هتبقى 3 اوم. ايه الفرق اللي بينهم؟ هو عايز هنا الفرق بين قيمتهم، الفرق بين الأربعة والتلاتة. هنقول الدلتا ار 4 ناقص 3 هيبقى 1 اوم، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. بشكل مقابل عايز النسبة بين قيمتي المقاومة المكافئة في حالة فتح وغلق المفتاح كي على الترتيب. طيب لما يكون المفتاح كي ده مفتوح، أنا نقلت المقاومة 5 اوم اهي، و5 اوم و5 اوم اللي في الجنب ده وديت. هنا المفتاح مفتوح، عندك ال30 وال30 وال30 على التوازي ورا بعضهم، هناخد واحدة على عددهم، يبقى 30 على 3 فيها العشرة. هيبقى عندك هنا سلكاية ب10 اوم، والطرف ده اللي هو فيه مفتاح اللي كان هيقفلها في الدايرة هنا، لا المفتاح مفتوح، يبقى أصبح الطرف ده مع الهواء، يبقى المقاومة دي لا تحسب لاغية. هيمشي فيها التيار ازاي؟ يبقى التيار هيمشي ازاي؟ التيار هيمشي كده، والمفتاح ده مفتوح، الجزء ده اتلغى، وهيمشي التيار بالكيفية دي. يبقى 5 و5 10، 10 و5 15، 15 و5 20. يبقى الار في حالة المفتاح ما هو مفتوح هتبقى ب20 اوم. طيب لما نقفل المفتاح هيبقى هناخد الثلاث مقاومات دول على التوازي زي ما عملنا هنا، هنقول 30 على 3 فيها العشرة، العشرة اهي، بس هنقفل المفتاح، يبقى كده الطرف أصبح مع الدايرة وليس مع الهواء. نخلص المسألة ازاي بقى؟ هنقول الخمسة دي والخمسة دي بينهم تاني سلك، فدول توالي، 5 و5 10، العشرة مع العشرة توازي، ناخد واحدة على عددهم، يبقى 10 على الاتنين فيها الخمسة، يبقى المجموعة دي 5، يبقى هنكتبها كده مكانها 5، وفي الناحية دي 5 والناحية دي 5، تجمع بقى 5 و5 و5 يبقى 15، يبقى 15 اوم. تعال نعمل بقى نسبة لار واحد على ار اتنين، 20 على 15 على 5 فيها الأربعة على 5 فيها التلاتة. هل في الاختيارات 4 على 3؟ هيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. الشكل المقابل عايز قيمتي المقاومة المكافئة للدايرة قبل وبعد غلق المفتاح. طيب قبل ما اقفل المفتاح انا عندي العشرة والخمسة والعشرة كتبتهم اهو. هنا المفتاح ده مفتوح ماشي، في هنا مقاومة بقيمة 2.5، تمام. عندك 10 و10 على التوازي تخلصهم، ناخد واحدة على عددهم، يبقى 10 على 2 فيها الخمسة، هيبقى في الحتة دي كده 5 اوم. طيب ماشي، ومعانا هنا 5 اوم. طيب الخمسة مع الخمسة دول توازي تخلصهم 2.5، يبقى انا كده هرسم السلك ده اللي هو فيه 5 اوم، وهنا 10 اوم، وهنا 10 اوم، واخلص دول زي ما احنا اتفقنا. قلنا ان هنا في 2.5 اهي، هتتكتب كده 2.5، وفي هنا 2.5، والفرع ده مفتاح مفتوح، يعني تقدر تقول لي ان الفرع ده كله بعد ما انا خلصته طلع متوصل بالهواء، يعني مش هيمشي فيه تيار كهربي. ادام السلك له طرف مع الهواء يبقى السلك ده مش هيمشي فيه تيار كهربي، عشان انتوا عارفين شروط مرور التيار الكهربي وجود مسار مغلق. يبقى المقاومات دي مش معانا، التيار هيمشي كده، يبقى 10 و10 20 و5 هيبقى 25، يبقى المقاومة في الحالة الأولى 25. لما نيجي بقى نقفل المفتاح احنا كنا وصلنا لإيه؟ احنا كنا وصلنا للحالة دي، قلنا انت عندك هنا الخمسة اهي، العشرة مع العشرة تخلصهم 5، والخمسة مع الخمسة 2.5 اهي، ال2.5 اهي، وفي الطرف ده 2.5، بس المرة دي هنقفل المفتاح، يبقى 2.5 و2.5 5، 5 مع الخمسة توازي ياخد واحدة على عددهم، 5 على الاتنين فيها ال2.5، يبقى الناحية دي في 2.5، وهنا 10 وهنا 10، 10 و10 20 و2.5 يبقى 22.5. يبقى انا هدور على الاختيارات دي فين، 25 و22.5، هيبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. المقابلة أي المقاومات يمر بها تيار كهربي. هتلاحظ إن R2 و R3 مع بعض على التوازي مع سلك فاضي، فالتيار هيمر في السلك الفاضي ولا إنه يمر في المقاومات دي. السلك ده هيلغي المقاومتين التوازي اللي معاه، ويمشي التيار إزاي؟ يمشي التيار يعدي على R1 ويروح يعدي على السلك الفاضي ويروح على السالب، يبقى R2 هتلغى وR3 هتلغى، ويبقى مش عندي غير R1 فقط،
فتبقى الإجابة الصحيحة رقم ألف. المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B. تعالوا كده نرقم. أنا عندي سلك فاضي فمش عارفة إن كان هيلغي ولا لأ، فالترقيم هنفضله في الحالة دي. هنقول أدي عقدة وأدي عقدة وأدي عقدة وأدي عقدة. هنسمي دي 1 عشان دي مدخل التيار. هيقابلك سلك فاضي فهو أبدأ في الترقيم. بيترقم إزاي؟ أوله زي آخره، يبقى ده 1. طب هنيجي هنا نبقى 2. هيبقى ده سلك فاضي يبقى أبدأ في الترقيم، أوله زي آخره، يبقى 2. طيب يبقى أنا دلوقتي عندي كل المقاومات موجودة بين 1 و2، يبقى مفيش حاجة هتتلغي. بين 1 و2 فيه 8، بين 1 و2 فيه 4، بين 1 و2 فيه 8. تعالوا نخلصهم. 8 مع 8 على التوازي ناخد 1 على عددهم، 8 على 2 فيها 4. 4 مع 4 على التوازي ناخد 1 على عددهم، 4 على 2 فيها 2. فتبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 2، عايزين المقاومة المكافئة بين ال A وال B. هنقول العقدة دي هنقول كده 1. ما اقدرش اقول على دي 2، لان لو قلت على دي 2 هيبقى السلك الفاضي ده هيترقم نهايته ب2، وكده مخرج التيار خد 2 مع ان في عقد لسه ما ترقمتش. ولا اقدر اجي هنا واقول 2 لان نفس الحكايه في سلك فاضي، والسلك الفاضي هيترقم زي اوله زي اخره، يبقى ده من اوله 2 يبقى هنا 2، وبالتالي هيبقى في عقد لسه ما خدتش ارقام، فنمشي هنا يبقى دي اللي تبقى 2. طيب هنقول دي 3 عادي جدا، ده سلك فاضي يبقى دي 3، ده سلك فاضي يبقى دي 3. يبقى احنا رقمنا 1 2 3. طيب بين 1 و2 في 18 اوم، وبين 2 و3 في 9، وبين 2 و3 في 9 كمان، وبين 2 و3 في 9 كمان. تمام. مين اللي مش علمنا عليه ده ودي؟ بين 1 و3 في 21، بين 1 و3 في 21، بين 1 و3 في 21 كمان. تعال نخلصهم. 9 و9 و9 على التوازي ناخد 1 على عددهم، 9 على 3 فيها 3. 3 جنب ال 18 هيبقى 21. يبقى أنا عندي فرع فوق ب21، فرع أوسط ب21، فرع أخير ب21. مقاومات متساوية متوصلة على التوازي ناخد واحدة منهم على عددهم، فيبقى الناتج 7 أوم. يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 3، عايز المقاومة المكافئة بين ال A وال B. تمام. أنا معايا سلك فاضي، أنا مش عارفة السلك الفاضي ده هيلغي مقاومة ولا لأ، فأفضل حاجة الترقيم. الترقيم فين العقد اللي هتاخد أرقام؟ دي كده عقدة، ودي عقدة، ودي كمان. وهنخلي مخرج التيار ياخد آخر رقم. لو جينا هنا قلنا 1 قبلك سلك فاضي فهو أبدأ بالترقيم، يبقى أوله زي آخره 1. تمام. طيب هاجي هنا هقول 2. طيب هعدي الناحية دي هقول 3. طب ما ده سلك فاضي يبقى ده 3. يبقى أنا رقمت 1 2 3. بين 1 و2 في مقاومة بقيمة 12 أوم. بين 1 و2 مقاومة قيمتها 4 أوم. بين 1 و3 في 12. بين 1 و3 في 12 كمان. بين 1 و3 في 6. اللي مش شاورنا عليه التلاتة بين الاتنين والتلاتة. تعال نخلصهم بقى. هنقول الأربعة مع ال12 على التوازي، تعال نخلصهم. 4 في 12، 4 زائد 12 هيبقى 3. 3 جنبها 3، يبقى الصف اللي فوق 6 والصف اللي تحت منه 6، وبعدين في صفين ب12. ال12 مع ال12 على التوازي ناخد واحدة على عددهم هيبقى 6. هيبقى معاك 6 هنا و6 هنا و6 هنا، ناخد واحدة على عددهم، يبقى الناتج 2 أوم. يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. السؤال رقم 4، عايز المقاومة المكافئة بين ال A وال B. تمام. في سلك فاضي اهو، احنا مش عارفين هيلغي ولا لأ، فنيجي هنا عند العقدة دي نقول 1. قبلك سلك فاضي فهو أبدأ بالترقيم، أوله زي آخره 1. قبلك سلك فاضي فهو أبدأ بالترقيم 1. تمام. طيب ما اقدرش اجي هنا 2، دي خلي مخرج التيار اخر حاجه، هنا لا اقول 2. طيب كده اقول 3. سلك فاضي يبقى هنا 3. يبقى انت رقمت 1 2 3. شاور لي كده على المقاومه 6، هتلاقيها بين الواحد و2. طيب والمقاومه 2 بين 1 و2. طيب المقاومه 1.5 بين ال2 و3، في بين ال2 و3 1.5.
والمقاومة 9 بين الواحد والتلاتة، بين الواحد والتلاتة في 9 اوم. ماشي، وال18 بين واحد وتلاتة في 18. تعال نخلص المقاومات. هنقول 6 في 2 على 6 زائد 2 بواحد ونص، واحد ونص وجنبها واحد ونص يبقى 3، 3 يبقى انت عندك طرف في 3. طيب تعال نخلص الاتنين اللي على التوازي دول في مقاومة واحدة. هنقول 9 في 18 على 9 زائد 18 هيبقى 6، 6 مع التلاتة توازي، 6 في 3 على 6 زائد 3 يبقى 2، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم د. تعال نشوف السؤال رقم 5. عايز المقاومة المكافئة بين ال A وال B. التيار هيدخل من عند ال A، هيمشي في السلك الفاضي لحد ما يروح في ال B، يبقى التيار ما عداش ولا على أي مقاومة فيهم، وبالتالي المقاومة المكافئة هتبقى بصفر، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم أ. السؤال اللي بعده عايز المقاومة المكافئة بين ال A وال B. تمام، تعالوا كده الرقم. هنقول هنا أول عقدة هتقابلنا 1، هنيجي هنا هنقول 2، ده سلك فاضي يبقى برضو 2، يبقى ده 2 وده 2، السلك الفاضي أوله زي آخره، وده سلك فاضي يبقى برضو 2، يبقى هنا 3. يبقى احنا رقمنا لغاية 3، 1 2 3. بين 1 و2 في مقاومة قيمتها 12 اوم، وبين الاتنين والاتنين 7 هتتلغي. تمام، وبين الاتنين والتلاتة في 30، وبين الاتنين والتلاتة في 15، وبين الاتنين والواحد في مقاومة 6، وفي بين 1 و3 مقاومة بقيمة 14. هنقول هنا 12 في 6 على 12 زائد 6 ب4، 10 30 في 15 على 30 زائد 15 ب10، يبقى الصف اللي فوق 10 و4 14، والصف اللي تحت 14. ناخد واحدة على عددهم، 14 على 2 فيها 7، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. المقاومة المكافئة قبل وبعد غلق المفتاح كي على الترتيب في كل حال من الحالات. قبل ما اقفل المفتاح هشيل الفرع ده، مفتاح مفتوح يبقى الفرع ده يتشال. يبقى عندك ايه؟ عندك بطارية وفي مقاومة قيمتها 6 ومقاومة قيمتها 3 اوم، وخلصت الدايرة. تمام، يبقى التيار هيمشي كده توالي، لان الستة والتلاتة بينهم تانية سلك، فتبقى المقاومة المكافئة هتبقى ب9 اوم. لما تيجي تقفل المفتاح مش هيفرق معاك حاجة. ليه؟ لان المفتاح لو اتقفل هيبقى المقاومة دي متوصلة على التوازي مع السلك الفاضي، فالتيار يمشي في السلك الفاضي ولا يمشي فيها، فهتتلغي. يبقى التيار هيمشي كده، هيرجع تاني يمشي برضو في التلاتة والستة، يعني هتبقى المقاومة المكافئة برضو 9. يعني الإجابة 9 و9، فيبقى الاختيار الصحيح رقم ب. رقم 2 بيقولك المقاومة المكافئة دي المدخل ودي المخرج والمفتاح مفتوح. والمفتاح مفتوح هشيل الفرع اللي في النص ده همسحه بأستيكة كده، يبقى عندك فرع ب4 وفرع ب4، يبقى 4 و4 توازي، ناخد واحدة على عددهم يبقى ب2 اوم. طب لما نيجي نقفل المفتاح، لما تيجي تقفل المفتاح التيار هيمشي كده كده في السلك الفاضي، كده في السلك الفاضي ويروح، يبقى ده معناه ان السلك ده هيلغي المقاومتين دول، هيبقى على التوازي معاهم فهيلغيهم، ويبقى المقاومة بصفر. يبقى الاختيار الصحيح ب، في الأول 2 وبعد كده 0. السؤال رقم 3 عايز المقاومة المكافئة والمفتاح مفتوح، والمقاومة المكافئة والمفتاح مغلق. والمفتاح مفتوح هنشيل الفرع اللي فيه المفتاح اللي هو فيه 8 اوم، هنحذفها ونرسم الدايرة بتاعتنا كاملة ما عدا ال 8 اوم دي شلناها. وتعالوا كده ادي مدخل وادي مخرج التيار. العقدة دي هتبقى 1 والعقدة دي هتبقى 2، ده سلك فاضي ابدأ بالترقيم اقوله زي اخره يبقى 2، يبقى هنا 3. يبقى انت رقمت 1 2 3. بين 1 و2 في 6، وبين 1 و2 في 12، وبين 2 و3 في 12، وبين 2 و3 في 6. يبقى انت عندك هنا 6 و12 على التوازي، 6 في 12 على 6 زائد 12 يبقى 4، وهنا 6 وال12 توازي، 6 في 12 على 6 زائد 12 يبقى 4، 4 و4 يبقى المقاومة والمفتاح مفتوح ب8 اوم. تعالوا لما نقفل المفتاح هرجع هنا المقاومة 8 اوم ترجع زي ما كانت. وخلي بالك التعدية دي معناها ان السلك معدي من فوق السلك، مفيش تقاطع، يعني مش هتاخد رقم، السلك كده معدي من فوق السلك، فهي مش نقطة تقاطع ولا هتاخد ارقام ولا حاجة. فلما يجي الرقم هنقول هنا 1 هنا 2، ده سلك فاضي اولى بالترقيم يبقى ده 2، وهنا 3 زي ما رقمنا، بس هيبقى عندك 1 2 3. بين 1 و2 في 12،
بين 1 و2 في 6، بين 2 و3 في 12، بين 2 و3 في 6. وهتبقى المقاومة الجديدة دي بقى اللي هي 8 بين 1 و3. طيب 6 مع ال 12 توازي قلنا 4، 6 مع ال 12 توازي قلنا 4، 4 و4 8 فوق وفي 8 تحت، 8 مع ال 8 على التوازي ناخد واحدة على عددهم، 8 على 2 هيبقى فيها ال4، يبقى الار في الحالة التانية 4 اوم. يبقى انا عايزة 8 و4، فيبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. سؤال رقم 4، عايز المقاومة المكافئة في حالة ما المفتاح مفتوح، والمقاومة المكافئة في حالة ما المفتاح مغلق. والمفتاح مفتوح هنجيب استيكة ونمسح الفرع ده. انا رسمت كل حاجة اهي ما عدا الفرع ده اهو شلته. تعال بقى نشوف المقاومة المكافئة اللي بينهم. هنقول لو قلنا هنا 1، هنيجي هنا نقول 2، يبقى هنا 3. يبقى انت عندك 1 2 3. بين 1 و2 في 30، 15 15 30. تمام، نشطب عليهم. بين 1 و2 في 15، بين 2 و3 في 5، بين 1 و3 في 15. تعالى بقى نشوف المقاومة المكافئة. 30 مع ال 15 توازي، 30 في 15 على 30 زائد 15 ب10. 10 جنبها 5 على التوالي يبقى 15. يبقى الفرع اللي فوق ب15 والفرع اللي تحت ب15. ناخد واحدة على عددهم، 15 على الاتنين فيها 7.5. تمام، دي في الحالة الأولى. تعال نشوف الحالة التانية. هنوصل نقفل المفتاح فالسلك ده معانا. هنقول 1. تمام، هنيجي هنا نقول 2. ده سلك فاضي يبقى ده 2، ده سلك فاضي يبقى ده 2. يبقى المقاومة 5 أصبحت بين 2 و2 هتتلغي، وكده أصبح معاك 1 و2. بين 1 و2 في 30، أدي 30، 15 و15. بين 1 و2 في 15. تمام، يبقى وبين 1 و2 في 15. يبقى انت عندك هنا ادي بين 1 و2 في 15، وبين 1 و2 في 15، وبين 1 و2 في 30. هنقول هنا ال 30 مع ال 15 على التوازي تخلصهم 10. 10 في 15 على 10 زائد 15 هيطلع معاك هنا ناتج 6 اوم. يبقى انا محتاجه 7.5 و6، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم أ. في الدايره المقابله عند غلق المفتاح تقل قيمه المقاومه المكافئه للدايره الى نصف قيمتها عند الغلق. طيب قبل ما اقفل المفتاح منظر الدايره شكله ايه؟ هيبقى عندك المقاومه ار، وهيبقى الناحيه دي في 5 جنبها 30، والناحيه دي 15، وبعدين الناحيه دي 45، والجزء ده كده 5، وبعدين الدايره هي خلصت. انا شلت المفتاح ده، عايزه اشوف الحكايه قبل ما نقفل المفتاح. هلاقي العقده دي والعقده دي مفيش غيرهم. تمام، الجزء ده كده ورا بعضه توالي، والجزء ده كده ورا بعضه توالي، والفرع ده مع الفرع ده توازي. تعال نشوف الفرع ده فيه كام. 5 و15 20 20 و30 50. يبقى 50 اليمه دي، والناحيه دي 45 و5 برضو 50. يبقى معاك 50 و50 على التوازي. ناخد واحده منهم على عددهم تطلع المقاومه 25 اوم. بس المقاومه التوازي دي ما هياش المقاومه الوحيده في الدايره. في مقاومه هنا ار متوصله بالقطب السالب، بينها وبين القطب السالب تانية سلك، يعني توالي اجباري. يبقى انت عندك الار في الحاله الاولى عباره عن 25 زائد ار. لما تيجي تقفل المفتاح هيبقى معاك هنا، بص كده معاك، هيبقى معاك الحته دي كده 5 مع ال 45 توازي. يبقى 5 في 45 على 5 زائد 45 هيطلع ب4.5. والناحيه دي في برضو 30 و15 يعني 45 مع الخمسة توازي. يبقى 45 في 5 على 45 زائد 5 هتطلع 4.5، وتجمعهم مع بعض. اللي مش فاهم ادي كده عقده اهي 1، وهنا العقده التانية، وعشان ده سلك فاضي يبقى اوله زي اخره 2. هنا عقده تبقى 3. يبقى انت عندك هنا 1 2 3. بين 1 و2 فيه ال5، بين 1 و2 في 45.
طبعا خلصت من دول. بين 2 و3 في 15 و30 اللي هم 45. وبين 2 و3 في 5. يبقى نقول 5 في 45 على 5 زائد 45 تطلع ب4.5. والناحية دي برضو 4.5. تروح جامعهم على بعض يبقى ايه؟ 9. طيب يبقى R2 لما نقفل المفتاح هتبقى عبارة عن، ما تنساش المقاومة دي توالي إجباري، هتبقى عبارة عن R زائد 9. تمام. طيب بيقول لك لما انا قفلت المفتاح، يعني بقيت R2 لما قفلت المفتاح المقاومة قلت لنص قيمتها، يعني R2 بقت نص R1. عوض عن R2 R زائد 9 بقت نص 25 زائد R. تمام. طيب هضرب في 2، هضرب هنا في 2 وهضرب هنا في 2، كده انا خلصت من النص. هنا بقى هنوزع الاتنين على مقدار مجموع، نوزع الاتنين يبقى 2 في R ب2 R و2 في 9 18 هتساوي 25 زائد R. هنودي دي الناحية دي 2 R شيل منها R تبقى R واحدة ماشي، وسيب ال25 في مكانها وادي لها ال18 بالسالب، يبقى 25 شيل منها ال18 تبقى الار ب7 اوم. يبقى هو كان عايز قيمة الار، فنختار الاختيار رقم ج انها ب7 اوم. تعالى نشوف السؤال اللي بعده، السؤال 29. 5 مقاومات متماثلة تتصل معا كما بالشكل المقابل، فكانت المقاومة المكافئة ليها ار او. لحظة، دي مقاومتها المكافئة ار او. طب ما تيجي نجيب مقاومتها المكافئة. هي ار او دي عبارة عن ايه؟ عبارة لو انا افترضت ان دي ار ودي ار ودي هتبقى ار ودي هتبقى ار ودي هتبقى ار، لان قال لي المقاومات متماثله. ار وار على التوازي تخلصهم نص، وجنبهم ار وار على التوازي نص، يبقى دي نص ونص، يبقى دي ار، ومعاك ار يبقى 2 ار. طيب بيقول لك ايه بقى؟ فاذا اعيد توصيل المقاومات الخمسه بعده طرق، فاي من هذه الطرق توصيل بالاشكال الثلاثه تجعل المقاومه المكافئه نص ار او. اذا كانت ار او ب 2 ار يبقى نصها بكام؟ يبقى بار. يبقى انا هدور على الشكل اللي مقاومته ار. طبعا ده مستبعد ليه؟ عشان دي مع دي توالي مع دي توالي، يبقى ار وار وار 3 ار. 3 ار ما هتكملش، احنا عايزين ار واحده بس. طيب هنا ار وار نص ار. طيب هل دي هتديك نص واقول نص ونص يبقى واحد؟ لا، لان دي هتديك ار على 3، ولو جمعت نص زائد تلت مش هيطلع بواحد. طيب هنا دي ار ودي ار ودي ار ودي ار، المقاومه دي هتلغى. ليه؟ لانها بين فرعين، لا التيار داخل من هنا ولا خارج من هنا، ونسب المقاومات حوالين منها ثابته، ار على ار بيساوي ار على ار. يبقى اذا دي المقاومه دي هتلغى، ويبقى اضم النقطتين دول على بعض، اضمهم على بعض يبقى كأن الار دي والار دي على التوازي، والار اللي جنبها اهي مقاومه اهي ومقاومه اهي، ضميت النقطتين على بعض لان ايه؟ بنقطه واحده. ار وار تخلصهم نص، يبقى هي نص ار، وهنا وار وار تخلصهم نص، باخد واحد على عددهم، نص ونص يبقى ار. يبقى الشكل ده صح. طب هنا بص، دي كام مقاومه؟ 4 مقاومات، هاخد واحده منهم على عددهم، يبقى دي ربع ودي واحد، هتطلع واحد وربع، واحنا عايزين واحده بس، يبقى الاختيار هنا هيبقى د. الاختيار هيبقى الاجابه د. شوف السؤال اللي بعده. المقاومه المكافئه لمجموعه المقاومات الموضحه بالشكل المقابل عند توصيل مصدر كهربي بالنقطتين A و B تبقى كام؟ ولو وصلت بين C و B تساوي كام؟ احنا نرسم الرسمه. هنيجي كده، عندك هنا على الطرفين في هنا سلك فاضي، وفي الناحيه دي مقاومه والناحيه دي مقاومه. نرسم كده الرسمه بالظبط ونبدا كده نرقم. هنا في 8 اوم، هنا 9 اوم، هنا 3 اوم، وهنا 6 اوم، وهنا 18، هنا البي وهنا السي وهنا الايه. انت عايز هنا بين النقطتين اي وبي، يبقى كأن مدخل التيار من هنا ومخرج التيار من هنا، او العكس مش هتفرق معانا. طيب تعالوا كده نشاور على العقد اللي في الدايره. فين النقطه اللي خارج منها اكتر من سلكين؟ دي كده عقده. طب ممكن اقول على دي عقده؟ لا، ده سلك متني. طيب دي عقده، حرف التي اهو. طيب وديا ادي سلك التاني التالت عقده، ودي كمان عقده. طب ده سلك متني. طيب انا كان عندي كام عقده؟ ادي 1 2 3 4، دول عايزين ارقام. عند مدخل التيار هنقول 1. طب ومخرج التيار خليه اخر حاجه. طيب انا لو جيت هنا وقلت مثلا الجزء ده كده ب2، لو انا خليت الحته دي كده ب2 ماشي، هيبقى دي 2 ماشي، والسلك الفاضي هيبقى دي ب2
طيب والنقطة الأخيرة تاخد 3. يبقى كده مخرج التيار خد آخر رقم، يبقى احنا كده ماشيين تمام. يبقى أنا قلت دي 1 وبعدين قلت دي 2. طب لو كنت مشيت كده مش هتفرق لأن ده سلك فاضي. السلك الفاضي بيترقم ازاي؟ أوله زي آخره، إذا كان أوله خد رقم آخره ياخد نفس الرقم عشان ده سلك فاضي. يبقى أنا رقمت 1 2 3 بين 1 و2 في مقاومة قيمتها 18 ماشي، وبين 1 و2 في مقاومة قيمتها 9 اوم ماشي، وبين 2 و3 في مقاومة قيمتها 3 اوم، وبين 2 و3 في مقاومة قيمتها 6 اوم. كده انا علمت على كل المقاومات. لا لسه التمانية بين الواحد والتلاتة، 8 بين الواحد والتلاتة. طيب تعالى كده نشوف المقاومات. ال18 وال9 على التوازي، تعال نخلصهم. 18 في 9 على 18 زائد 9 يبقى 6، والتلاتة والستة توازي، 3 في 6 على 3 زائد 6 يبقى 2. الستة جنب الاتنين يبقى فوق في 8 وتحت في 8. 8 و8 على التوازي، باخد واحدة على عددهم، 8 على الاتنين فيها الأربعة، يبقى الاختيار هيكون ب. طيب الجزء التاني، لو أنا هوصل بين النقطتين سي وبي، نوصل بين النقطتين سي وبي. نرجع نرسم الرسمة من تاني، نرسم الرسمة تاني، نطول بالنا علشان خاطر تطلع المسألة عندك صحيحة. ادي البي وادي السي وادي الايه، هنا 6 اوم وهنا 18 اوم، وادي 9 اوم 3 اوم 8 اوم ماشي. تعالى بقى نرقم، بس المدخل منين والمخرج منين؟ قال لك المدخل يعني انه بين النقطتين سي وبي، وانت تصرف. ادي السي وادي البي، يبقى التيار داخل من هنا مثلا وهيخرج من هنا. ادي السي ادي السي وادي البي ماشي. تعالى بقى نشوف العقد اللي في الدايره دي. اولا دي عقده ودي عقده ودي عقده ودي عقده، نفس العقد. طيب لما اجي ارقم هقول طبعا عند المدخل 1. طيب اجي هنا اكتب 2، مستحيل. ليه؟ ازاي المخرج ياخد 2 ولسه في عقدتين ما ترقموش؟ يعني حتى لو دي خدت 2 هيبقى العقده دي لسه ما ترقمش. خلي اخر حاجه المخرج ياخد اخر حاجه. طيب يبقى انا همشي هنا، اجي عند الايه اكتب 2. طب لو جيت هنا هياها، ما انت لو قلت هنا 2 ده سلك فاضي اوله زي اخره هيبقى 2، وبكده مخرج التيار خد 2 في حين ان في نقطه ما ترقمتش. رقم دي الاول، دي اللي جوه 2. طيب هاجي بقى على العقده دي واقول 3. طب ما ده سلك فاضي اوله زي اخره 3. كده انا خلصت كل النقاط اللي عندي او العقد اللي عندي رقمتها. يبقى عندك 1 2 3 بين 1 و2 في مقاومه 8، بين 1 و2 في 8 اوم، وبين 1 و3 في 9، بين 1 و3 في 9 اوم، وبين 2 و3 في 3 اوم، وبين 2 و3 في 6. تمام. يبقى انا خلصت دي. ناقص 18. ال 18 بين 1 و3. هنعمل ايه؟ ال3 وال6 دول على التوازي، 3 في 6 على 3 زائد 6 حاصل ضربهم على الناتج جمعهم هيبقى 2، جنبها 8 تبقى دي 10، تبقى دي 10 اهو. طب تعالى نخلص المقاومتين دول على التوازي. 9 في 18 على 9 زائد 18 تبقى 6. هنخلص ال6 وال10 على التوازي، نقول حاصل ضربهم على الناتج جمعهم. 6 في 10 ب 60 على 6 زائد 10 16. هيطلع معاك الناتج عبارة عن 3.75%. يبقى الاختيار ألف. في الشكل المقابل، إذا كانت قيمة كل مقاومة بآر يبقى دي آر ودي آر ودي آر، وكل واحدة فيهم بآر. عايز المقاومة المكافئة للمجموعة. تمام. شايف المقاومة دي؟ شايف المقاومة دي موجودة بين فرعين، الفرع اللي فوق والفرع الأوسط، موجودة بين فرعين. لا التيار داخل من النقطة دي ولا خارج من النقطة دي، ونسب المقاومات حوالين منها ثابتة. ار على ار هي ار على ار. إذا المقاومة ار دي تلغى وتضم النقطتين دول على بعض، تبقى نقطة واحدة، ويبقى كده ار الناحية دي توازي مع دي اهي، والناحية التانية هيبقى دي احنا شلناها بقى وضمينا النقطتين على بعض، تبقى الار دي والار دي توازي. وفي فرع تحت كده قيمته ار، والتيار داخل من هنا وخارج من هنا. هخلص التوازي، ار وار على التوازي ناخد واحدة على عددهم، يبقى ار على 2، يبقى الناحية دي نص والناحية دي زيها نص. النص والنص توالي مع بعض اهم، يبقى نص ونص بار، يبقى في فرع فوق بار
وفي فرع تحت بار. تعالوا نجيب المقاومة المكافئة في النهاية. هناخد واحدة على عددهم يبقى ار على 2، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. في الدائرتين الكهربيتين المقابلتين شدتي التيار اي واحد واي 2 متساويتين. خلي بالك ده تيار كلي وده تيار فرع، بس هو بيقول لك القيمتين دول قد بعض. يعني لو كان التيار الكلي هنا ب 2 امبير فتيار الفرع ده 2 امبير متساويين، فعايز نسبة بالقوة الدافعة الكهربية للبطاريتين. نروح لدائرة واحد ونجيب منها الفي باتري واحد، نجيب منها الفي باتري واحد. اي في ار، اي في ار كلها يبقى اي واحد في الارات اللي هي ار اكس زائد ار واي. ليه بجمعهم؟ عشان هما متوصلين على التوالي. طيب تروح للدايره الثانيه، عندي منطقه واحده على التوازي، والمنطقه دي هتاخد الفي باتري كلها عشان مفيش حاجه، مفيش منطقه غيرها. وفي حاله التوازي الفي بتبقى متساويه، يعني دي هتاخد في باتري ودي هتاخد في باتري. طيب خليني في الفرع ده المهم. هيبقى الفي باتري اللي هياخدها هي في باتري 2، هتبقى عباره عن اي 2 في الار اكس. طب لما اجي اقسم دي على دي هيبقى في باتري واحد على في باتري 2. هطير الاي مع الاي لانك قلت لي انهم متساويين. طيب يبقى ار اكس زائد ار واي على ار اكس. ار اكس زائد ار واي على ار اكس هي د. اوعى تتلخبط وتختار ج، الشكل يبدو زي بعض بس هنا في ار اكس اللي احنا عايزينها. سؤال 28 الكل بيتكلم على فكرة ان احنا نلغي المقاومة اللي بنحكي عنها دي. الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الأميتر تساوي الصفر فإن قيمة المقاومة R تساوي إيه؟ هنا التيار، مفيش تيار في الفرع ده. لو لاحظت إن الفرع ده موجود بين فرعين، الفرع العلوي وادي الفرع السفلي، لا التيار داخل من النقطة دي ولا خارج من النقطة دي، يبقى لازم تبقى نسب، وكمان مش بيمشي فيه تيار، يعني لو كان فيه مقاومة هتتلغي لأن مش ماشي فيه تيار. يبقى إذا لازم تكون نسب المقاومات حوالين منه ثابتة، يعني ده على ده لازم يساوي ده على ده. يعني 4 على 8 لازم تساوي 6 على الار. تعال نختصر الأربعة. على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاتنين، يبقى النص بيساوي 6 على ار. يبقى الار هتساوي 2 في 6 ب 12 اوم، فتبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. الأشكال التالية تمثل 4 دوائر كهربية. بيقول لك مين في الدوائر دي لا يمر تيار كهربي في المقاومة 5؟ مين اللي مفيش تيار هيمر في المقاومة 5؟ تعالوا نشوف الدايرة رقم 1. هتلاقي المقاومة 5 موجودة بين فرعين، ادي الفرع اللي فوق وادي الفرع اللي تحت. لا التيار داخل من النقطة دي ولا خارج من النقطة دي. طب هل نسب المقاومات حوالين منها ثابتة؟ هل 2 على 2 بتساوي 2 على 2؟ ايوه، يبقى المقاومة دي تتلغي، وادام تتلغي يبقى مش هيمر فيها تيار، يبقى شكل واحد معانا. طيب نروح للمنظر ده، المنظر ده هو ده. طب ايه اللي يثبت ده؟ تعالوا كده نعيد تشكيله. تعالى نسمي العقدة دي 1 ودي 2، ومثلا نقول دي 3 ونقول دي 4. طيب هنقول ايه بقى؟ عندك هنا هخلي 2 و3 دول في النص، ادي الاتنين وادي التلاتة. هغير الشكل بس اخلي دي 2 3، وادي الواحد وادي الاربعة. بين 1 و2 فيه ال6 اوم، وبين الاتنين والتلاتة في المقاومة 5 اوم، وبين التلاتة والاربعة في 6، بين التلاتة والاربعة في 6 اوم. تمام. وبين الواحد والتلاتة في 6 اوم، بين الواحد والتلاتة في 6 اوم. تمام. وبين الاتنين والاربعة في 6. لما انا شكلتها لك بشكل مختلف اهو، بحيث ان انا اخلي 5 دي موجودة بين الفرعين، هلاقي دي هو الشكل ده. المقاومة 5 هتبقى موجودة بين فرعين، ادي الفرع اللي فوق وادي الفرع اللي تحت. لا التيار داخل من عند 2 ولا خارج من عند 3. هل نسب المقاومات حوالين منها ثابتة؟ هل 6 على 6 بتساوي 6 على 6؟ ايوه، يبقى المقاومة دي هتتلغي، يبقى المقاومة دي هتتلغي، وساعتها لا يمر تيار في المقاومة 5، يبقى شكل 2 معانا. طيب نروح للشكل رقم 3. هيخرج التيار من القطب الموجب، عايز يمشي في السكة دي اللي فيها مقاومة قيمتها 12 اوم، والسكة دي برضو فيها 12 اوم. تخيل مثلا لو احنا قلنا ان احنا النقطة دي جهدها 10 فولت مثلا، 10 فولت، وعايز تمشي من السكة دي، فال 12 تقول لك انا مثلا هاخد 3 فولت، فتروح دافع لها ال 3 فولت، فتيجي عند النقطة دي تبقى انت قيمتك كام؟ 7 فولت.
قلت لا مش عايز امشي من الناحيه دي، هجرب امشي من هنا. هياها انت معاك 10 فولت وعايز تعدي على مقاومه 12 دي زي دي، هتدفعك برضو مين؟ ال3 فولت، ويبقى انت ساعتها هتدفع ال3 من ال10، هتيجي عند النقطه دي 7 فولت. عايزه اقول ايه؟ عايزه اقول ان النقطه دي في النهايه هتصبح مساويه للنقطه دي في الجهد، وبالتالي لن ينتقل التيار بدون فرق في الجهد، فمفيش تيار هيعدي في الجزء ده، فال5 دي ملغيه. يبقى انا لو جيت رقمت قلت ده 1 وهاجي هنا اقول 2، طب انا قلت 2 عشان مشيت في سكه فيها 12، طب ما دي 12 زيها، يبقى هنا كمان 2، يبقى اصبح المقاومه دي هتتلغي. ماشي. طيب ونكتب بقى هنا ال3 اهي. ماشي. يبقى ساعتها هيبقى عندك هنا التيار بقى هيمشي ازاي؟ هنقول عندك المقاومه، هنختار بقى كده، هيجي التيار هيتجزأ جزء في ال12 وجزء في ال12 التانية، وهيجي هنا يتجمع لك بعد كده في ال6 وال6 ويروح على السالب. عايزين نفسرها. بص ادي 1 ادي 2 ادي 3، بين 1 و2 في 12. ماشي. يبقى دي كده خلصنا منها. وبين 1 و2 في 12. ماشي. وبين ال2 وال3 في 6. وبين ال2 وال3 في 6. يبقى التيار هيتجزأ جزء هنا وجزء هنا، وبعدين يرجع تاني يتلم هنا ويتجزأ في ال6 وال6 ويروح على السالب. يعني معنى كده ان المقاومة اللي اتلغت 5، يعني مش هيمر فيها تيار، يبقى شكل 3 معانا. اما هنا هلاقي المقاومة 5 موجودة بين فرعين فعلا، ولا التيار داخل من هنا ولا خارج من هنا، بس للأسف نسب المقاومات حواليها مش ثابتة. هل 3 على 6، 3 على 6 اللي هي نص، هل بتساوي 6 على 3؟ 6 على 3 ب2، النسب مش متساوية، يبقى إذا المقاومة دي لن تلغى وهيمر تيار هنا. أنا بقى عايزة الحالات اللي مش هيمر فيها تيار، أقول شكل 1 و2 و3، يبقى الاختيار هيكون رقم ج. تعال نشوف السؤال 35 في الدائرة الكهربائية المقابلة. ما قيمة المقاومة RCD في مقاومة مجهولة اهي إذا كان فرق الجهد عبر المقاومة 4 أوم يساوي 0؟ فرق الجهد هنا ب0، يبقى ده معناه إن المقاومة دي ملغية، لأن مش هيمشي فيها تيار. أدام مفيش فرق جهد يبقى مش هيمشي تيار في المقاومة 4، وأدام التيار مش هيمشي في المقاومة 4 يبقى المقاومة دي ملغية. على العلم إن المقاومة دي موجودة بين فرعين، لا هي مدخل ولا مخرج التيار، لا التيار هيخرج من هنا وهيروح هنا. طيب لا هي مخرج ولا مدخل التيار، اذا لازم تبقى نسبة المقاومات حوالين منها ثابته، حوالين النقطتين دول لازم تبقى نسبة ده على ده يساوي ده على ده. يعني 5 على 2.5 لازم تساوي 2 على المقاومة المجهولة. يبقى المقاومة المجهولة هتساوي الطرف المتصل 2.5 في 2 على الطرف اللي فيه مجهول، يطلع الناتج 1 أوم، فيبقى الاختيار الصحيح ب. ذاك المقابل عايز النسبة بين قيمتي المقاومة المكافئة في حالتي فتح وغلق المفتاح كي. يبقى الأول هيكون المفتاح كي مفتوح، نقوم نشيل الفرع اللي عليه المفتاح. يبقى ده اللي احنا عملناه، رسمنا الرسمة كاملة بس شيلنا الخط أو الفرع اللي فيه المفتاح. تعالوا نشوف كده، هتلاقي دي عقدة ودي عقدة ودي عقدة، ده سلك متن ده سلك متن، أدي 1 أدي 2 أدي 3. بين 1 و2، بين 1 و2 أهي المقاومتين دول 3 و3 6، وبين 1 و2 3. طيب بين 2 و3 في مقاومة ب6، وبين 2 و3 في مقاومة ب3. عندك 6 مع ال3 على التوازي، 6 في 3 على 6 زائد 3 2، وهنا برضو 2، 2 و2 يبقى 4. يبقى المقاومة في حالة مفتاح مفتوح ب4، دي R1 كده كونا البسط. نقفل المفتاح، اديني بس عدت الرسمة تاني والمفتاح اتقفل فرجعت الفرع تاني. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا هكتب المقاومة 3 اوم، والناحية دي هكتب ال3 اوم دي زي ما هي، يبقى دي انا كده رسمتها ودي زي ما هي. ونيجي هنا ادي 3 وجنبها 3 اوم وجنبها 3 اوم. ناوي اعمل ايه؟ ناوي اخلص المقاومتين دول على التوازي. بيقول لك لما يكون عندك مقاومتين بدايتهم واحدة ونهايتهم سلك، يلغى السلك وتوصل المقاومتين على التوازي. المقاومتين دول على التوازي، ال3 مع ال3 ناخد واحدة على عددهم يبقى ب1.5. طيب
أصبحت المقاومة 1.5 بين فرعين، أدي فرع أهو وأدي فرع أهو. طيب هل هل هي أولا لا هي مدخل ولا مخرج التيار؟ هل نسب المقاومات حوالين منها ثابتة؟ هل 3/3 بيساوي 3/3؟ أيوه، يبقى 1.5 هيتلغي وتضم النقطتين دول على بعض تبقى نقطة واحدة. يبقى عندك 3 مع 3 توازي، وبعد كده 3 مع 3 توازي. نخلص دول 3 و3 هيبقوا، وناخد واحدة على عددهم، 3 على 2 فيها 1.5 ودي زيها 1.5، اجمع 1.5 و1.5 يبقوا 3 أوم. يبقى هنقول بقى النسبة 4/3. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. الدائرة الكهربية الموضحة، عايز قراءة الأميتر. أولا الدايرة دي فيها خداع بصري، يعني ممكن ما تعرفش تبقى فاهم شكل الدايرة دي إيه بسبب الرسمة اللي هو رسمها. فالأفضل إن أنا أعيد تشكيل الدايرة بحيث تبقى الشكل المألوف. فأنا هنا هكونها إزاي من جديد؟ هنقول إن إحنا عندنا كم عقدة في الدايرة دي؟ هما عقدتين 2، أدي عقدة وأدي عقدة. العقدة بيخرج منها 3 أسلاك أو أكتر، أدي 3 أسلاك أهو. أمال دي إيه؟ دي سلك متني وده سلك متني، ده سلك متني وده سلك متني وده كمان. طيب هسمي العقدة الأولى 1، يبقى العقدة التانية 2. يبقى هعيد تشكيل الدايرة كله ما بين 1 و2. البطارية نفسها بين 1 و2، البطارية بين 1 و2 6 فولت. والأميتر والتلاتة، الأميتر والتلاتة أوم في سلك واحد بين 1 و2. يبقى بين 1 و2 فيه أميتر وفيه المقاومة 3 أوم، وبين 1 و2 فيه المقاومة 6. أدي كده شكل الدايرة. يبقى أنا كده فهمت إن التيار هيجي هنا هيتجزأ جزء على 3 وجزء على 6. أنا عايزة قراءة الأميتر. لو أنا عرفت الفرع ده هياخد قد إيه من التيار الكلي يبقى أنا عرفت قراءة الأميتر. طيب أجيب برضو تيار الفرع إزاي؟ قدامك حاجة من الاتنين، يا إما أنت عارف هنا إن البطارية دي ملهاش مقاومة داخلية، فبالتالي منطقة توازي واحدة، يبقى فرق الجهد هنا بيساوي فرق الجهد هنا. يبقى فرق الجهد بين النقطتين دول 6 فولت ودي كمان 6 فولت. فممكن تجيب التيار تقول الاي بيساوي الفي على الار 6 على 3 فيها الاتنين امبير، دي طريقة. وممكن تجيب التيار الكلي وتشوف ده هياخد قد ايه من التيار الكلي. هجيب التيار الكلي ازاي؟ هقول الاي توتال بتساوي الفي باتر اللي هي 6 على مقاومات الدايرة 3 في 6 على 3 زائد 6 2، يبقى فيها 3 امبير. هيجي التيار اللي هو 3 امبير هيتجزأ على الفرع. هنجيب تيار الفرع ازاي؟ في قانون لتيار الفرع، اي فرع بيساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو 3 امبير في مقاومة التوازي. مقاومة التوازي اللي هي 6 في 3 على 6 زائد 3 اللي هي 2 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا المقاومة 3 دي هتطير مع دي وهيبقى برضو 2 امبير. يعني الاختيار الصحيح هيكون الكهربية الموضحة. عندك 4 مصابيح مضاءة، إذا احترق المصباح إكس فكم مصباح يظل مضاء؟ لو المصباح دون احترق، ساعتها الفرع اللي شايله كله هيتحذف من الدايرة. الفرع ده كده هيتحذف بالدايرة بما فيه المصباح اللي جنبه، ويمشي التيار ازاي؟ يمشي التيار على المصباح ده والمصباح ده ويروح على السالب. يبقى ساعتها كم مصباح يظل مضاء؟ 2. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. بيقول لك في أي من الدوائر الكهربية التالية تختلف شدة التيار المار في إحدى المقاومتين عن المقاومة الأخرى. احنا عايزين التيار اللي ماشي في المقاومة R1 يختلف عن التيار الماشي في المقاومة R2. هنلاقي التيار هنا الكلي هيجي هيتجزأ ازاي؟ هيروح نسبة التيار الأكبر عند المقاومة الصغيرة. التيار لما بيجي يتجزأ التيار الأكتر يروح للمقاومة الصغيرة، والمقاومة الكبيرة تاخد ايه؟ تيار أقل. يبقى لما يجي التيار يتجزأ النسبة الكبيرة بتعدي في المقاومة الصغيرة، وبالتالي أنا عندي R2 هيمر فيها تيار أكبر من التيار اللي هيمر في المقاومة R1، وبالتالي المقاومتين هيمر فيهم تيار مختلف. يبقى ألف معانا. هروح للشكل ب، هلاقي إن R1 و R2 مع بعض على التوالي، فتيار التوالي متساوي. التيار الكلي هيعدي في 4 ويكمل في 6، يبقى التيارين دول زي بعض، يبقى دي مش عايزينها. هنا عندي مقاومتين قد بعض بالظبط، فلما يجي التيار يتجزأ عليهم بالتساوي. يعني التيار اللي هنا هيكون قد اللي هنا،
التيار يتجزأ الى نصين بالتساوي كده، ويبقى تيار 10 زي تيار 10، ودي كمان مش عايزينها. طيب نروح للدايرة د، هنلاقي التيار الكلي هيخرج من القطب الموجب لدايرة توالي ويعدي في العشرة ويخلص ويروح للعشرة التانية، يبقى تيارهم واحد. انا عايزة التيار المختلف، يبقى الدايرة رقم أ بس. في الدايرة الكهربية المبينة إذا كانت قراءة الأميتر A1. مين A1؟ A1 ده تيار الكلي. عرفت منين؟ لأن التيار ده بص كده هيروح على السالب أهو، والتيار اللي بيروح على السالب يبقى التيار الكلي متصل الأميتر ده بينه وبين السالب تاني سلك، يبقى الفرع ده هيمشي فيه التيار الكلي. طيب وإيه3 ده هيبقى تيار المقاومة 2 أوم. طيب وإيه2 تيار المقاومة 2 وتيار المقاومة 2 هيتحدوا عند هذه النقطة ويعدوا على E2، يعني E2 هيقرأ التيارين دول. طيب وهنا عارفة تيار المقاومات، ما هو بيقولك ان الاميتر A1 بيقرأ 1.2، يبقى التيار الكلي 1.2. لما يجي يتجزأ على الثلاث مقاومات هيتجزأ بالتساوي منهم مقاومات متساوية، فاقسم 1.2 على 3 يبقى 4، يبقى تيار الفرع ده 4، تيار الفرع ده 4، تيار الفرع ده 4. هتيجي ال4 دي تعدي في الاميتر E3 وتيجي هنا، وتيار الأربعة والتيار 4 هيجي كمان عند النقطة دي، يتحدوا الاتنين 4 و4 يبقوا كام؟ 8، يعدوا في الأميتر 2، يبقى 2 هيعدي فيه كام؟ 8 أمبير. عندنا 4 مقاومات اتوصلوا على التوازي ببطارية قوتها الدفعة الكهربية 9.2. كانت قيم شدة التيار المار في كل منها، لاحظ ان التيار بالملي، يعني هنضرب في 10 أس سالب 3. التيار ده كام؟ 150، وده 45، وده 14، وده 4 ملي. تمام. عايز ايه؟ المطلوب ايه؟ عايز المقاومة الكلية للدايرة. المقاومة نهين الكلية، مش عايز مقاومة دي لا ولا دي ولا دي، كلهم مقاومتهم الكلية. تمام. هنقول المقاومة الكلية بتساوي في الكلية اللي هي في الباتري على التيار الكلي. يبقى هقول الفي باتري قيمتها بكام؟ ب9.2 على التيار الكلي. اجيبه منين بقى؟ جمع التيارات دي تعرف التيار كان كام. يبقى هتجمع لي 150 وال45 وال14 وال4، هيطلع التيار الكلي بعد ما تجمع دول كلهم 213، بس كمنه بالملي فهنضرب في 10 أس سالب 3. يبقى انت جمعت مين؟ التيار 150 تيار الفرع ده، وتيار الفرع التاني، وتيار الفرع التالت، وهكذا. طلع معاك 213. يبقى انت هتقول ان الار الكلية بتساوي في الكلية اللي هي 9.2 على التيار الكلي اللي هو 213 في 10 أس سالب 3، هيطلع معاك المقاومة الكلية ب43 و19 من 100. 43 و19 من 100. السؤال اللي بعده بيقول لك عايز شدة التيار الكلي في البطارية إذا المقاومة الأكبر اتغيرت بمقاومة أخرى ضعف قيمتها. تاني كده في الصفحة التانية بيقول لك هات لي شدة التيار الكلي المار في البطارية إذا تم تغيير المقاومة الأكبر بمقاومة أخرى ضعف قيمتها. هي فين المقاومة الأكبر؟ اللي ماشي فيها تيار أقل. المقاومة الكبيرة اللي بيمشي فيها تيار أقل. مين أقل تيار فيهم؟ الأربعة. طب لو المقاومة دي اتغيرت بمقاومة ضعف، تيارها يقل للنص، بدل 4 يبقى 2 ملي أمبير. طيب لو تيارها بقى 2 ملي أمبير أقدر أجيب التيار الكلي؟ أيوة، هجمع 150 زائد 45 زائد 14 زائد 4 لا زائد 2، هيطلع الناتج كام؟ هيطلع معاك 211. فين بقى السؤال ده؟ الصفحة التانية اهي. هات لي شدة التيار الكلي المار في البطارية إذا تم تغيير المقاومة الأكبر بمقاومة أخرى ضعف قيمتها. هيبقى الاختيار الصحيح هيبقى رقم ب. بشكل موضح عايز قراءة الأميتر A1. طيب هنا من ضمن الأجهزة اللي ينفع تتشال من الدايرة من غير ما تأثر على تركيبها الفولتميتر. أدام الفولتميتر ملوش مقاومة يبقى ينفع نرسم الدايرة عبارة عن مقاومة قيمتها 10 أوم، جنبها الأميتر 2 مش هنشيله، وفي مقاومة معاها على التوازي اللي هي 30 أوم، وقبليها هنا في مقاومة قيمتها 5 أوم، وادي الأميتر A1. تمام. بس منساش ان فرق الجهد بين طرفي المقاومة 20 فولت.
يبقى هنا عرفت الاميتر ده بيقرا التيار الكلي، لان كده السلك ده ماشي فيه التيار الكلي قبل ما يتجزأ على 10 والتلتين والتلاتين. طيب هنجيب التيار ازاي؟ هنقول هنجيب تيار المقاومة ده اللي هو التيار الكلي. هنقول الاي بتساوي الفي على الار، 20 على الخمسة فيها الاربعة امبير، فتبقى الاجابة الصحيحة هتبقى رقم ب. طيب عايزين قراءة الاميتر 2. 2 ده تيار فرع، ده كده اميتر متوصل في فرع فاسمه تيار فرع. بجيب تيار الفرع ازاي؟ اجيب تيار العشرة ازاي؟ بشوف التيار الكلي اللي داخل عليهم اللي هو 4 في مقاومة التوازي. مقاومة التوازي اللي هي عبارة عن 10 في 30 على 10 زائد 30 على يعني حاجة في المقام، على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا، يبقى في على مقاومة الفرع ده اللي هو 10. هيطلع معاك الناتج 3 امبير، يعني الاجابة الصحيحة هتكون رقم ج. موضحة. عايز المقاومة المكافئة للدايرة. تمام. التيار هيخرج من القطب الموجب، هيتجزأ، هيدخل على الفرع، هيتجزأ على 6 و3 ويعدي في 8 وفي فرع تاني ب10. في حد يقول مش فاهمين او مش قادرين نتخيلها. تعالوا نشاور على العقد اللي في الدايرة دي. كده عقدة ودي عقدة ودي عقدة ودي عقدة. تعالوا نرقم. هنقول هنا 1 وده سلك فاضي يبقى اوله زي اخره 1. هاجي هنا هقول 2 يبقى النقطة دي هتبقى 3 ويبقى كده اخر مخرج التيار خد ايه؟ اخر رقم. يبقى احنا رقمنا 1 2 3. بين 1 و3 البطارية، بين 1 و3 البطارية اللي هي 10 فولت. ماشي كده خلصنا من البطارية. بين 1 و2 في مقاومة قيمتها 6 اوم بين 1 و2، وال3 اوم برضو بين 1 و2 في مقاومة قيمتها 3 اوم بين 1 و2. ماشي. وبعدين المقاومة اللي هي 8 دي بين 2 و3، في بين 2 و3 8 اوم. تمام. وبين الواحد والتلاتة 10، بين الواحد والتلاتة مقاومة قيمتها 10 اوم. يبقى التيار هيخرج من القطب الموجب، هيجي هنا يتجزأ على الفرع ده والفرع ده. الفرع اللي فوق 10 والفرع اللي تحت 10. مين قال ان الفرع اللي تحت 10؟ مش عندك 6 مع التلاتة توازي تخلصهم 2 جنبهم 8 يبقى ب10. يبقى التيار هيجي هنا يتجزأ بالتساوي، نص هنا ونص هنا. طيب هو عايز المقاومة المكافئة للدايرة. المقاومة المكافئة هنقول ار المكافئة. الفرع اللي تحت ده احنا قلنا عليه ب10، 6 مع التلاتة توازي تخلصهم 2 و8 10، والفرع اللي فوق ب10. هناخد واحدة على عددهم، يبقى 10 على 2 فيها ال5 اوم، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. طب عايزين شدة التيار المر بالدايرة. شدة التيار هنقول الاي توتال، عايز التيار الكلي يبقى عايز الاي توتال هيساوي الفي اللي هي 10 على المقاومات اللي عندك اللي هي ال5 هتبقى 2 امبير. يبقى التيار الكلي هيبقى 2 امبير. الإجابة ب. طب شدة التيار المار خلال المقاومة 6، المقاومة 6 دي. طيب انا قلنا التيار هيخرج من البطارية قيمته 2 امبير، هيتجزأ هنا وهنا بالتساوي، هنا 1 امبير وهنا 1 امبير. هيجي 1 امبير يتجزأ على التلاتة والستة، الواحد هيتجزأ على التلاتة والستة. طيب الستة دي احنا عايزين شدة التيار المر في المقاومة 6. تيار الستة دي هياخد كم الواحد؟ ده كده تيار فرع. هقول اي 6 بتساوي التيار اللي داخل عليهم. التيار اللي داخل عليهم تيار فرع وليس التيار الكلي اللي هو الواحد. واحد في مقاومة التوازي 6 في 3 على 6 زائد 3 ب2 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز تيار هنا، يبقى تيجي تقسم على مقاومة الفرع ده اللي هو 6. هيطلع معاك على 2 فيها الواحد على 2 فيها التلاتة، هيطلع تلت. يعني الاختيار الصحيح تلت دي يعني 33%. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. في أي الأشكال الآتية يكون فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4 أوم يساوي 4 فولت. طيب نبدأ بالشكل مين؟ نبدأ بالشكل ألف. تمام. هنا فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4. فرق الجهد هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن I في R، I في R. طيب الآي اللي داخلة على المقاومة دي كام؟ الآر ب4، يبقى أنا هقول الفي في الشكل ألف عبارة عن التيار عايزين نعرفه بكام، بس هي المقاومة قيمتها 4. هنا هنلاقي التيار الكلي عبارة عن 12. 12 ده داخل على منطقة توازي
هيتجزأ ازاي؟ هنقول تيار المقاومة 4 اي 4 هتساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو 12 في مقاومة التوازي 2 في 4 2 زائد 4 يعني 4 على التلاتة. على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الأربعة يبقى 16 أمبير. يبقى أنا دلوقتي هقول V بتساوي 16 في 4. طبعا مش هيكون الناتج 4 فولت، يبقى الشكل ده مش ينفع. هروح هنا هلاقي التيار قيمته 3. عايز أعرف الأربعة دي هتاخد كام من 3 علشان أضرب أي في ار وأشوف فرق الجهد عند المقاومة 4 أوم دي هل 4 فولت ولا لأ. طيب هنجيب تيار المقاومة 4 ازاي؟ ده تيار فرع اي 4 بيساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو 3 في مقاومة التوازي 2 في 4 2 زائد 4 يعني 4 على 3 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه اللي هو 4. 3 هتروح مع التلاتة والأربعة هتروح مع الأربعة يبقى ده كده هياخد 1 أمبير. طيب ماشي، اضرب بقى اي في ار عشان نشوف فرق الجهد هنا. 1 في 4 ب4 فولت، يبقى الاختيار ب هو الاختيار الصحيح. طيب هنا التيار اللي هيعدي في المقاومة 4 3 في 4 ب12 مش تنفع. هنا التيار 6. الستة دي هتتجزأ على الاتنين والتلاتة، ملناش دعوة بالاتنين وتلاتة، احنا عايزين نجيب فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4. طيب طرف المقاومة 4 دي ماشي فيها التيار الكلي، يبقى عشان اجيب فرق الجهد بين طرفيها اضرب الاي في الار، يعني الستة في الاربعة، 4 في 6 ب24، يبقى دي كمان مش نافعة. يبقى هو الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. المقابل عايز النسبة اي واحد على الاي. الاي دي التيار الكلي والاي واحد ده تيار الفرع. طب تمام، تعال نجيب تيار الفرع. هنقول اي واحد بتساوي التيار داخل عليهم اللي هو الاي في مقاومة التوازي. مقاومة التوازي الفرع اللي فوق 4 وهنا 2. 4 في 2 على 4 زائد 2 تبقى 4 على 3. 4 على 3 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. الفرع ده بكام؟ ب4. يبقى دي هتروح مع دي، هيبقى اي واحد بتساوي اي على 3. طب هو عايز مين على مين؟ عايز اي واحد على اي، يبقى اي واحد على الاي، ما ترجعش فاضي، تلت على واحد بتلت. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. في طريقة تانية، ايه هي؟ لما يكون عندي فرعين على التوازي كده، مقاومتين على التوازي، واحدة فيهم ضعف التانية، يعني الفرع اللي فوق ب4 والفرع اللي تحت ب2، مش الأربعة ضعف الاتنين، يقوم التيار يتجزأ التلت والتلتين. التلت والتلتين. الفرع اللي فوق ده مقاومته الأكبر ياخد النصيب الأقل من التيار، يعني ده ياخد تلت التيار، عشان دي المقاومة الكبيرة تاخد التلت، أما دي تاخد التلتين. فيبقى أي واحد ده عبارة عن تلت التيار الكلي زي ما احنا قلنا. ونكمل بقى أي واحد على الأي ونشوفها بتساوي كام. تعال نشوف السؤال اللي بعده. كل من الأشكال الآتية يمثل جزء من دايرة كهربية هيشيل التيار أي واحد وأي 2 على الترتيب. طيب أنا دلوقتي عندي إيه؟ التيار الكلي 6 أمبير. هل تقدر تجيب تيار الفرع ده؟ ما ده فرع، وتقدر تجيب تيار الفرع ده؟ أيوة، بس الأول نجيب مقاومة التوازي. يبقى أنت عندك هنا ار توازي، مين مع مين على التوازي؟ التلاتة والواحد ونص. يبقى أنت هتقول 1.5 في 3 على 1.5 زائد 3، هيطلع معاك المقاومة المكافئة ب1. هجيب تيار الفرع ازاي؟ اي واحد اجيبها ازاي؟ هنقول التيار اللي داخل على مجموعة التوازي اللي هو 6 في مقاومة التوازي اللي هي مقاومة التوازي اللي هي 1 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه. انا عايز التيار هنا، يبقى على المقاومة دي 3. طب ما كده يبقى 2 امبير، يبقى اي واحد 2 امبير. طب يبقى بقية الستة هنا، يبقى هنا كام؟ 4 امبير، عشان يبقى الاتنين والاربعة هما 6. يبقى اي واحد ب2 واي 2 ب4، يبقى 2 و4، يبقى الاجابة هتكون ب. طب تعالى نشوف السؤال اللي جنبه. بيقول لك ايه بقى؟ هات لي برضو اي واحد واي 2. ماشي، هنقول فين التيار اللي هنا؟ ادي 12. المقاومات اللي فوق 6 مع التلاتة تخلصوا مع التوازي 2 جنبهم 4 6، يبقى الفرع اللي فوق 6 والفرع اللي تحت 6، يعني المقاومتين قد بعض، يبقى التيارين دول قد بعض. هتتقسم ال 12 عليهم بالتساوي، هنا 6 وهنا 6، 6 و6، يبقى الإجابة هتبقى ج. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك برضو هات اي واحد، اي واحد اهي، واي 2 اللي هي التيار الكلي. خلي بالك بس من مكان التيار المطلوب. طيب تعالوا كده نشوف هنعمل ايه. عندك ار وار،
لما يكون التيار هنا باتنين يبقى اكيد التيار هنا كمان باتنين عشان المقاومتين قد بعض، وبالتالي هيبقى التيار اللي جاي لهم كام؟ مجموع التيارين دول يبقى 4 امبير. يبقى التيار اللي فوق 4 امبير، هو مش طالبه. تعالى بقى على التيار اللي تحت، هنقول اي في ار فوق بيساوي اي في ار تحت. اي اللي فوق اللي هي 4 في الارات اللي فوق ار وار على التوازي تخلصهم نص معهم نص يبقى 1، يبقى ار هتساوي التيار اللي تحت اللي هو اي واحد اللي احنا عايزين نعرفه في المقاومه اللي تحت اللي هي 4 ار. يبقى دول كده على التوازي اي في ار هنا بيساوي اي في ار هنا. هطير الاي مع الاي، الار مع الار، ويبقى عندك اي واحد بيساوي 1 امبير، ودي هتطير مع دي يبقى اي واحد ب1 امبير، يبقى ده 1 امبير. يبقى الاي 2 بكام؟ 4 و1 يبقى 5. يبقى ماشيين بالترتيب، اي واحد ب1 واي 2 ب5، 1 و5 هيبقى الاختيار ده. طب تعال نشوف المسألة اللي جنبها. معاك 3 مقاومات على التوازي، يبقى فرق الجهد متساوي، يبقى الاي ار هنا بيساوي الاي ار هنا بيساوي الاي ار هنا. هو عايز اي واحد، اللي هنا بيقول لك 1 امبير، عايز اي واحد. هقول له ايه؟ اي ار يعني 1 في 6 هتساوي الاي واحد اللي انت عايزها في الار اللي هي 9. يبقى الاي واحد هتساوي البعيد على القريب 6 على 9 على 3 فيها الاثنين على 3 فيها التلاتة، يبقى تلتين. تلتين اهي وتلتين اهي. اللي هيفاصل بقى هنا الاي 2. طيب الاي 2 دي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع التيار ده والتيار ده هيتجمعوا ويعدي هنا اي 2، يبقى مجموع ده وده. ايوه. طب ده كام؟ 1 وده كام؟ 2 على 3. 1 زائد 2 على 3 يبقى 5 على 3. يبقى هدور على 5 على 3 هنا، يبقى الاجابه ج، يبقى تلتين و5 على 3، يبقى الاختيار الصحيح هيكون ج. السؤال اللي رقم 5 بيقول لك هيحسب اي واحد واي 2. اي 2 ده بقى التيار الكلي. تمام. عندك فرق الجهد هنا بيساوي فرق الجهد هنا بيساوي فرق الجهد هنا، اكمنوا دول متوصلين على التوازي. فهبدأ هنا عشان في عندك التيار معلوم. اي اللي هي 1 في المقاومات اللي هي كام؟ تعال نعد. 3 و2 5 و1 6 ار. 6 ار هيساوي الاي اللي في المنتصف في الار اللي هي ار و2 ار 3 ار. تقوم الار تطير مع الار ويبقى وعلى التلاتة فيها الواحد 3 فيها الاتنين، يبقى الاي هنا ب2 امبير هتنفعنا. طب احنا عايزين اي واحد، هنقول اي ار هنا بيساوي اي ار هنا، يبقى اي واحد في الار الفرع بيساوي الواحد في ال6 ار. يبقى انت هنا هتطير دي مع دي، يبقى اي واحد ب6، يبقى اي واحد هنا ب6 امبير. طيب يبقى اي 2 بكام؟ تعالى نعيد. 1 و2 3 3 و6 9 9 امبير. يبقى انا عايز اختار 6 و9. 6 و9 يبقى الاجابه ب. طب نيجي على السؤال اللي جنبه. انت واخد بالك ان المقاومه دي متوصله على التوازي مع السلك الفاضي؟ المقاومه دي هتلغى، وهيبقى التيار اللي جاي من 5 والتيار اللي جاي من 15 هيتجمعوا ويعدوا هنا، مش هيعدوا في المقاومه دي. طيب التيار واحد ده، اي واحد ده بكام؟ بص دي مع دي توازي، يبقى اي في ار بتساوي اي في ار. 5 في 3 لازم تساوي 15 في اي واحد. 3 في 5 و15 تروح مع ال15، يبقى اي واحد بتساوي 1 امبير. ده كده 1 امبير. طيب الواحد مع التلاتة يتجمعوا ويجي هنا يبقى 4 امبير. يبقى انت عايز تختار ايه؟ 1 و4. 1 و4 يبقى الاختيار ده. الدايره الكهربيه المقابله عايز نسبه اي 2 على اي 3. اي 2 اهي واي 3 اهي. طيب تعال نرسم الدايره دي تاني. البطاريه اهي قيمتها 3 فولت، وادي التيار الكلي اللي هو اي واحد. الفرع ده مع الفرع ده على التوازي، والنقطة دي هي النقطة دي. تعالوا نشد النقطة دي لحد ما نوصلها هنا، ونشد النقطة دي لحد ما نوصلها هنا. هتلاقي عندك فرع ب12 اوم وماشي فيه الاي 2، وعندك فرع ب4 اوم، وعندك الفرع التالت بتاعهم اهو على التوازي 4 و2 6. عندك 6 اوم ماشي فيها قيمة التيار كام؟ اي 3. يبقى انت فهمت اللي انا قلته ده؟ كأني شديت النقطة دي، قصيت السلك الفاضي ده ولضمت النقطة دي هنا، وقصيت السلك الفاضي ده وشديت النقطة اللي هنا، فأصبحت ال12 فرع لوحدها، وال4 فرع لوحدها، وال4 وال2 اللي هما ال6 فرع لوحده. طيب هي منطقة توازي واحدة، ففرق الجهد متساوي. فرق الجهد بتاع البطارية لأن البطارية ملهاش مقاومة داخلية، ففرق الجهد هنا 3 فولت،
هو فرق الجهد هنا 3 فولت، فرق الجهد هنا 3 فولت، التوازي كله 3 فولت. فانا ممكن اجيب اي 2 ازاي؟ هقول فرق الجهد اللي هنا اللي هو 3 على المقاومة اللي هنا الاي بتساوي الفي على الار. المقاومة اللي هنا اللي هي كام؟ 12. هيبقى عندك 1 على 4. طيب تعالى نجيب اي 3. هيبقى الفي اللي هنا اللي هي 3 على الار اللي هنا اللي هي 6. هيبقى 1 على 2. تعالى بقى نقسم اي 2 على اي 3. ربع على نص مقام المقام بسط، يبقى 2 على 4 على 2 بقى فيها الواحد على 2 فيها الاتنين، يبقى نص. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. الشكل المقابل يمثل جزء من دايرة كهربائية، فعايز النسبة بين اي 1 لاي 2. هنفترض التيار الكلي هنا هيبقى قيمته مثلا اي، هيجي هنا يجزأ على المقاومتين دول اللي على التوازي، هيلاقي مقاومة ضعف التانية 2 ار ضعف الار، فيقوم يتجزأ التلت والتلتين. يبقى دي حالة خاصة اهي، التلت والايه وتلتين. دي المقاومة الكبيرة، مش دي كبيرة بالنسبة للار، دي المقاومة الكبيرة. هتاخد التلت ولا التلتين؟ لا، المقاومة الكبيرة بتاخد النصيب الأقل من التيار، يبقى دي تاخد تلت الاي. يبقى أنا هقول اي 1 تلت الاي. طيب هيجي التيار يجمع هنا ويرجع تاني اي وعايز يتوزع من جديد، هيلاقي مقاومة ودي ضعفها، دي 2 ار واللي ضعفها 4 ار. ادام معاك مقاومة اهي ضعف التانية، يبقى يتوزع على خاصة التلت والتلتين. انا عايزة التيار ده تيار اي 2، ال2 ار دي المقاومة القليلة بالنسبة لل4 ار، فدي تاخد تلتين التيار، تلتين النصيب الاكبر. ادام مقاومة صغيرة تاخد الايه النصيب الاكبر، تاخد تلتين التيار. يبقى الاي 2 هتاخد تلتين الاي. تعالى بقى نعمل نسبة اي 1 على اي 2. اي 1 على اي 2 يبقى اي على 3 اللي هي تلت اي على 2 اي على 3 مقام المقام بس، دي تطير مع دي والاي مع الاي هيطلع النسبة نص. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. في الشكل المقابل إذا كانت قراءة الأميتر 1 أمبير، يبقى الأميتر ده بيقرأ 1 أمبير، فعايز شدة التيار المر في المقاومة 12. تمام، الفرع ده هو المتوصل عليه الأميتر أهو، ما ده تاني سلك افرده هتلاقي ده الفرع المتوصل عليه الأميتر. الفرع ده بكام كمقاومة؟ 2 و4 6. طيب ما ده 6 زيه، ما ال6 دي مع ال6 دي على التوازي، فالتيار إذا كان هنا بواحد يبقى هنا بواحد. طب يبقى التيار كان كام؟ التيار قبل ما يدخل على منطقة التوازي كان كام؟ كان 2 أمبير. يبقى أنا دلوقتي عندي بطارية وعندي الناحية دي مقاومة 12 أهي، والناحية دي تعالوا بقى نقول إن فيها 2 أمبير في الفرع ده. الفرع ده تعالوا نخلصه، ما هو 6 مع 6 على التوازي، ناخد واحدة على عددهم، 6 على 2 فيها 3، 3 جنب ال3 يبقوا 6. طيب مش هنا اي في ار بتساوي الاي في ار ادام دول مع بعض على التوازي؟ يعني 2 في 6 بتساوي تيار 12 في قيمة المقاومة اي في ار. يبقى هنا الاتنين في 6 ب12، وهنا 12 اي، دي هتطير مع دي، يبقى الاي بكام؟ يبقى الاي اللي هنا تيار 12 ب1 امبير. الشكل المقابل يوضح دايرة كهربية بسيطة. لما اقفل المفتاح كي كانت قراءة الاميتر 5 امبير. طب تعالوا كده عند الفاصلة دي نتوقف. لما هنقفل المفتاح كانت قراءة الاميتر 5 امبير. طيب انت هتعمل ايه تاني؟ قالك هنوصل مقاومة كمان قدرها 2 اوم على التوالي مع المقاومة، فهتقل قراءة الاميتر. يبقى انا عندي حالتين، حالة كان عندي فيها تيار ب5، وحالة تيار هيبقى فيها 4. حالة عندي فيها مقاومة قيمتها R، وحالة تانية فيها مقاومة كمان هتتوصل مع الار على التوالي قيمتها 2. ولكن اللي مش هيتغير في الحالتين هيبقى الفي باتري. عشان كده انا هبدأ بالفي باتري. هقول لما اقفل المفتاح الفي باتري مقدار ثابت لا يتغير، عبارة عن الاي في ار الدايرة. الاي في الحالة الاولى كانت ب5، والمقاومات في الحالة الاولى كانت ار، دي قيمة الفي باتري. لما نبدأ نجيب مقاومة هنا قيمتها 2 اوم على التوالي ويمر تيار مغاير قيمته 4 امبير، هرجع اجيب الفي باتري تاني. هقول الاي الجديدة اللي هي 4 في المقاومات اللي عندي اللي على التوالي هتبقى ار زائد 2. تمام. طيب في الحالة دي الفي باتري هي الفي باتري، يبقى هساوي المقدار ده بالمقدار ده،
يعني 5 ار هتساوي 4 في ار زائد 2. يبقى ال5 ار هتوزع ال4 على المقدار المجموع، 4 في ار ب4 ار زائد 4 في 2 ب8. ودي دي الناحية دي 5 ار شيل منها 4 تبقى الار بتساوي 8. يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. في الدايرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر A1 بتساوي 0، ده معناه إن الفرع اللي احنا هيمر فيه التيار ما بيمرش فيه تيار، الفرع اللي هو فيه الأميتر ما بيمرش فيه تيار، يعني الفرع ده ملهوش لازمة كأنه مش موجود. تمام. طيب فعند فتح المفتاح قراءة الأميتر، طيب ما المفتاح مقفول مفيش تيار، لما نفتح المفتاح مفيش تيار، يعني ما غيرتش حاجة في الدايرة، كده كده مفيش تيار، فبالتالي قراءة الأميتر 2 مش هتتغير، أنا ما غيرتش حاجة في الدايرة. المفتاح وهو مقفول كانت قراءة الأميتر بتساوي 0، يعني كلمة مفيش تيار، ولما هفتح المفتاح مفيش تيار، يعني مفيش حاجة اتغيرت، يبقى قراءة 2 لا تتغير. نشوف السؤال اللي بعده. في الدائرة المقابلة عايز قراءة الأميتر عندما يكون المفتاح ك مفتوح. لما يكون المفتاح ك مفتوح الغي الفرع ده، يبقى التيار هيخرج من البطارية يعدي في 10 وال30 ويروح. هنا طبعا الأميتر ده هيبقى ماشي فيه التيار الكلي. الاي توتال هتبقى عبارة عن الفي باتري اللي هي 12 على مقاومات الدايرة تجاه الفرع ده، المفتاح مفتوح تجاه الفرع ده خالص، يبقى 10 و30 هتبقى 40، يبقى الناتج 3/10 أمبير. يبقى قراءة الأميتر هتبقى 3/10 أمبير، يعني الإجابة هتبقى رقم ب. طيب عايزين قراءة الأميتر لما نقفل المفتاح، اقفل. هنجيب بقى الأول التيار الكلي، والتيار الكلي ما هواش قراءة الأميتر، لأن لما تقفل المفتاح هيجي التيار الكلي لحد هنا وبعد كده يتجزأ جزء في الأميتر وجزء في المقاومة 20. فنجيب الأول التيار الكلي، هنقول الفي باتري اللي هي قيمتها 12 على مقاومات الدايرة، هناخد دول توازي، 20 في 30 على 20 زائد 30 تبقى 12، 12 و10 تبقى 22. يبقى انت عندك الاي توتال هيبقى عبارة عن 12 على 22 هيبقى 55 من 100. طيب عايزين نجيب قراءة الأميتر، ده تيار فرع هيساوي التيار اللي داخل عليهم اللي هو 12 على 22. طب تعالوا ناخدها بسط ومقام. التيار اللي داخل عليهم في مقاومة التوازي، مقاومة التوازي اللي هي 20 في 30 على 20 زائد 30 هي 12 على مقاومة الفرع اللي انت عايز التيار فيه، انا عايز التيار هنا، يبقى على 30 هيطلع معاك قيمة التيار ب 22 من 100 أمبير بالتقريب، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم د. من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين قراءة الأميتر وقيمة المقاومة المأخوذة من الإس المتغيرة دي. تمام. قراءة الأميتر موجود عند الفرع ده. إيه هي قراءة الأميتر؟ هو إيه فرق الجهد هنا؟ والله إحنا عندنا الفي باتري ومنطقة توازي واحدة، فالفرع ده واخد الفي باتري والفرع ده واخد الفي باتري، مش منطقة توازي. طب احسب لي كده قيمة التيار الفرع، هيبقى الاي بيساوي الفي على ار، الفي باتري على الار. طيب وانت بتغير في الريستات هل هتغير في قيمة الفي باتري؟ طبعا لا، في باتري ثابتة. طب وانت بتغير ريستات هل هتغير قيمة المقاومة اللي انت موجود جنبها؟ واحنا مالنا، الريستات في حتة تانية، احنا موجودين هنا، ايه اللي هيأثر علينا؟ يعني احنا ار ثابتة، يبقى مفيش حاجة من عوامل اللي بتأثر في قراءة الأميتر هتتغير، فالتيار لن يتغير، وبالتالي العلاقة هتبقى ايه؟ الاختيار رقم د. مهما تزود او تنقص احنا قيمة التيار الأميتر هنا في الفرع ده ثابتة. قراءة الأميتر في الدايرة دي 2 أمبير، قراءة الأميتر هنا 2 أمبير، فعايز التيار مر في الدايرة. طيب بص احنا عندنا الفرع ده التلاتة متوصلة مع الستة على التوازي، فيبقى فرق الجهد هنا متساوي مع ده، يعني اي في ار بيساوي اي في ار، يعني 2 في 3 هتساوي تيار الستة في الستة. طب ما 2 في 3 ب6، يبقى هنا اي في 6، يبقى 6 على 6 بواحد، يبقى التيار هنا 1 امبير. وممكن حد يقول لك دول على التوازي، المقاومة هنا زادت عن التلاتة للضعف، يبقى التيار يقل للنص، بدل 2 يبقى 1 بأي أسلوب. يبقى التيار الكلي كان كام؟ 1 و2، يبقى التيار كان 3 أمبير. يبقى شدة التيار المر في الدايرة يقصد التيار الكلي، هنقول 3 أمبير الاختيار رقم د. طب عايزين قيمة المقاومة ار. طيب أنا دلوقتي عندي ال 12 اللي هي قيمة الفي باتري هتتجزأ على جزئين في الدايرة، منطقة التوازي وخدت 2 في 3 ب 6 فولت من قلب ال 12،
يبقى فاضل ايه من ال 12؟ فاضل 6 فولت تروح لصالح المقاومة. طيب وانا عندي التيار الكلي اللي ماشي في المقاومة دي قيمته كام؟ 3 امبير. طيب خلاص، معايا فرق الجهد بين طرفي المقاومة اللي هو 6 والتيار اللي ماشي في المقاومة اللي هو 3، اقدر اجيب قيمة الار. هقول الار بتساوي في على الاي، يعني 6 على 3 هيبقى فيها ال2 اوم، يعني الاختيار الصحيح هيكون رقم ب.